ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. قبل ما نبدا الفيديو عايز اشكركم على 3000 متابع، ان شاء الله في طريقنا اهو ل 10000 متابع. عايز اجمع بقى الجيش بتاعي اللي على الفيسبوك اجيبهم هنا، مع ان انا بقى لي 10 ايام ما بنزلش فيديوهات، بس انا كنت تعبان ولسه تعبان والله وبصور لك الفيديو ده، فشوف طز فيا انا. المهم انت عايزين بقى نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك. عارف لو تعرف انا بتعب قد ايه في الفيديو كنت عملت لايك، والله كنت عملته من قبل ما تتفرج اصلا. واشترك في القناه لو مش مشترك. عايزين نجيب بقى الدرع بقى نحط ورا كده، عجبكم الحيطه فاضيه ورا كده، جيب الدرع بقى ان شاء الله يملى الحيطه ان شاء الله. وانت بتشترك في القناه فعل الجرس، اهم حاجه عشان اي فيديو بنزله يوصلك على طول. هندخل جوله سريعه كده في اعماق التيك توك على المنشنات بتاعتكم كالعاده. يلا بينا نشوف اول فيديو كده. A few moments later. طب هو حلو الاوتفيت، بس البنطلون فين؟ يعني مفيش بنطلون ولا ايه؟ اهم حاجه البنطلون، اكيد هتلبس بنطلون. باي ايه يا حاجه البنطلون يا استاذه؟ البنطلون فين؟ المجتمع ده يحدف ايه بس؟ انت هيحدفهم لك فين؟ فين اهل البنات ده يا جدعان؟ يعني فين الاهل؟ الله يخرب ده، انتوا هتبقوا الخشب اللي بيتولع بيه في نار جهنم. انا ما عنديش مانع انك تلعبي فيه، بس وانت بتلعبي فيه بقى يعني البسي بنطلون. يعني قلع البنطلون كده ولا مش فاهم؟ ده انا اتكسف امشي كده في شقتنا، والله اتكسف عادي كده. يعني في ايه؟ طب ازاي يعني عايز اعرف انا ان هي اتصورت كده ونزلته على التيك توك، فهي ممكن تكون بتخرج كده. دي ممكن تروح تشتري من محل يعني قومتها كلها عادي تيشيرتات بس، البناطيل مفيش بناطيل. عقوبة الكذب ده ايه؟ ربنا يعاقبني عليه. طب وانت بتكذب ليه؟ بستسهل، ما انا هعمل ايه؟ وعقوبة الكذب ده ايه؟ اتعذب في الاخر عليه. وعقوبة الكذب ده ايه؟ الناس هتلومني عليه. طب ليه كل ده حضرتك؟ يعني انت ممكن تقول لهم ما تكذبش بس، يعني في ليه كل ده؟ انتوا كده بتعلمي التخلف حضرتك يعني. طب بص على ايه يا فنان؟ ولا اي حاجه حصلت عادي، هو خربوش بس في الشنطه ورا، ما تقلقش عدي. ولو نزلوا لك صحاب العربيات دول قول لهم انا اسف هيعدوك على طول. ردا على فيديو او فيديوهات السبانك اللي عندي على الصفحه. لا اصبري بقى، سبانكات ايه؟ احنا نخش نشوف الفيديوهات ثواني. نخش نشوف الفيديوهات الاول. سبانكات وريني. اخي قوم يا بنت رقصي. ارقص؟ انت عبيط؟ انت عايش بلد جون دي تقف ترقص؟ طب هو انت ليه بتعامل مراتك على انها غازيه وتخليها ترقص لنا؟ وادها الاسبانكايه قامت رقصت. لا انت كده بتدلعنا احنا يا اسطى، يعني هي بتدلعك كده وبتدلع امة لا اله الا الله. لسه كنت اقول يستاهل القلم ده، قام ضاربها سبانكايه. شوف بقى نشوف هتدافع عن نفسها ازاي قصاد الاسبانكات اللي هي بتاخدها دي. ردا على فيديو او فيديوهات السبانك اللي عندي على الصفحه. فيديوهات السبانك ده محتوى. انا ماليش دعوه ان تفكيرك تفكير مراهقين وتفكير غير ناضج وتفكير حميمي، بس ان انت بالنسبه لك ان بعد السبانك ده لازم تيجي حميميه ولازم تيجي غرفه النوم وكل الافكار اللي... لا حضرتك انا ما كانش في نيتي انك تروحي معاه اوضه النوم، يعني انا كان في نيتي ان انتوا كده بتهزروا بتلعبوا مع بعض، فانت كده فتحت عيني يعني. فكر مراهق، كأنك عمرك ما شفت مسرحية سك على بناتك وفؤاد المهندس بيضرب مش فاكرة فوزية ولا مش عارفة مين، ولا عمرك شفت أفلام لفؤاد المهندس اللي كانوا بيقولوا له الأستاذ لما كان بيضرب شويكار، ولا أفلام يا ما في الأفلام عادي يعني. أنت بتشوف الأفلام بيضربهم سبانكات على طيبة قلبهم، يعني جت عليا أنا ما اتضربش على توتتي من جوزي وبعمل معاه فيديوهات. طب حضرتك ليه المحتوى ده؟ انا عايز اقول لكم 3/4 الفيديوهات عندها كده. لا عادي براحتك، يعني يضربك براحتك عادي، احنا ما عندناش مانع، يعني عايزين نتفرج اصلا فعادي. هقول لك على حاجة وما تسألنيش ليه. من الاخر انا عايزة رقمك وما تسألنيش ليه من غير ليه. بعت لي رقمك على الخاص وخلاص. تخيل دي يعني ابوها كده يعني بيقلب شافها بتقول الكلام ده، فهل هيسيبها عادي؟ او ممكن يكون ابوها فعلا شاف الفيديو فعدي دي واحده ما لقاشها، يعني مفيش حد يلمها. طبعا يا جدعان الناس
الناس كلها مستغربه وبتقول لي انت ما تعرفش تمشي كده في الشارع. انا امشي كده قدام اي حد؟ تعالوا بقى اوريكم لقطه. عادي يعني الاشكال اللي زيك عادي تمشي كده، وشاب محترم عمره ما يقدر يمشي كده. النهارده جيت عند اجمد واحد اللي بيلبسني يا جدعان وبيروق عليا، اخويا الكبير. اهم حاجه ان هو بيلبسك وبيروق عليك، يعني ده تلاقيه بيزنقك في المحل كده ويقلعك هدومك وياخد هدومك بقى يبيعها، انت واخد بالك هو شغال على هدومك. تعمل سبونسر لابوه والله العظيم يعني. بص دي لله، دي لعباد الله كله مش عارف. بص حتى الحجاب اللي هي لابساه، الحجاب اللي هي مش لابساه ده. ايش فيكم؟ والله انا مواليد 2000، انا عمري 20 سنة. ايوه طب عايزه ايه يعني؟ مطلعه حاجاتك علينا ليه؟ مش فاهم. والله احنا قدكوا كده يعني. كنت جايب مسطره، عارفين المسطره اللي بتنور في الضلمه دي؟ كنت حاططها تحت المرتبه، اقسم بالله ما نمت من الفرحه. كنت جايب المسطره دي، فضلت ليله كامله ما نمتش من الفرحه عشان جبتها. في ايه يعني؟ المدرسه سؤال جايبه لكم الطقم ده تمام، جايبه لكم تيشيرت وجايبه لكم جيبه، البنطلون فين بقى؟ يعني البنطلون ده نسيوا ادولكم على الطقم ولا ايه؟ على ايامنا ما ينفعش اروح المدرسه بالشبشب، كنت ارجع كده واتضرب. انتوا بقى انتوا بتروحوا من غير البنطلون. يا قادرة والله شدت التيشيرت يعني بالايد التانية دي لو لاحظت، بس انا مش هعيدها تاني. يعني شدت التيشيرت عشان تبين التاتو. تمام هو التاتو حلو. الهي يا رب ضلفة الدولاب اللي وراك دي تقع على دماغك كده ونخلص يا رب. المرة دي بجد انا هفتح دلوقتي وارقص سارقي. يلا يا جماعة مستنظرين ايه؟ يلا هنفتح اللايف. حضرتك طب انا ليه هخش اتفرج على راجل بيرقص شرق؟ انا مش فاهم، ولا كل اللي في اللايف دول شبهك ولا مش عارف؟ ولابس عقد، الله يخرب بيت. ايه ده بس يا نصر؟ سؤال بس، اللي مراتك لابساه ده فايه ده بقى؟ ايه ده بوكسر ده ولا اللي في بالي اللي البنات بتلبسه؟ بس ده لو اللي في بالي ده تبقى نصيبه يعني. اقنعتوش ازاي يا رجاله؟ ايه ده يا مرة؟ ده رقص بما يرضي الله ده ولا ايه؟ مش فاهم. بترقصي بالاسدال ولا انت لسه مخلصه صلاة ونسيتي تقلعي الاسدال؟ ولا انت بترقصي في اللايف عشان لو جيتي طبيتي مكانك تقولوا دي ماتت كانت بتصلي؟ ولا مش فاهم. ده اعلان فاكهة يا ولاد. طب سؤال بس، اعلان الفاكهة دي ما تلبسها بنطلون يا غالي. وعن تجربة جديدة جربتها وعجبتني قوي. بتاع ده بيتمص، اي حد عايز يعني يجرب اي حاجة بتتمص سهلة. يمص ده. انا مش قلت دي شمامة؟ والله ما حد صدقني، والله شمام تجده يا ما فيش شنب في بيتهم يلمها دي. عليكم انا عاوز اعرف حاجه. التعليقات كلها انت رايح كايرو فيستيف، رايح كايرو ايه؟ ليه ما اروحش ليه يا جماعه؟ انتوا بصلي في عيشتي ليه؟ لا يا اسطى انت بعد كايرو فيستيف دي انت فعلا ما تروحش. يعني ما اسمهاش فيستيف، مش اسمها كايرو فيستيفال ولا باين حاجه زي كده. غيرت الاسم ليه يا اسطى؟ ما تعلموش فيا ايه؟ فعلا ما رحت كايرو فيستيف يا جماعه، ايه المشكله يعني؟ كل انت بيروح كايرو فيستيف. طب يا رب صاحب كايرو فيستيف ما يسمعكش، لو سمعك هيقفلها. ايه المحن ده يا جدعان؟ انت يا المحن اللي جنبك يا محن اللي جنبك. والله انا قدكوا كده اقسم بالله. ما جاي تقول لي مثلا روح اشتري حاجات من الشارع اللي ورا ده، كنت اروح جري واجي جري ليه؟ اخاف لحد يخطفني والله العظيم. انتوا عادي كده عادي؟ اخرب بيت ام النت ده والله ورانا بلاوي. والله انا يعني من بعد الفيديو ده فانا مش شايف حصالات غيركم انتوا الاتنين، يعني مش شايف غيركم. والبناطيل اللي انتوا لابسينها دي اللي فيه كلب بلدي مديكوا علقه بيها، ولا الراجل ضحك عليكم ومديكوا بناطيل مقطعه ولا ايه ده؟
بصوا يا جماعه، ستي كانت بتقول لي امشي في وسط المعيز دي الشعر بيطول. بتاع المعيز قال لي لا، خدي الايه البول بتاعهم اغسلي بيه شعرك. ايه ده؟ لا بجد والله، بتاع المعيز قال لك ايه؟ قال لك خد البول بتاعهم اغسلي بيه شعرك. قال لي ستي تمشي كده في وسطهم، خايفين مني المعيز، قالت لي امشي في وسطهم الشعر يطول لما امشي. وانت بقى وانت بتغسلي وشك بتاع المعيز ده ابقي اشربي لك شويه عشان نرتاح منك. الو يابا. طب ايه طيب؟ وبرضه مكمل عادي ولا اي حاجه حصل. وحق اجيبه، ما انا مش هسيبه يروح كده. يعني كده جبتيه وسنطرتيه ودشملتيه وعمل فيكي كده؟ امال لو كان هو اللي سنطرك بقى كان عمل فيكي ايه؟ يخرب بيك كسلك يا شيخه. شنو؟ يخرب بيك كسلك. قاعده اكل. يعني بعيد عن ان انت مكركبه الاوضه وده منظر اصلا، كمان بتيجي وانت اصلا مش حاطه الفيشه. انت مش حاطه الفيشه ياما، والله تعبت منك ومن سنين. انت بتحط الفيش. يا شيخه هحط هكسرها في دماغك واخلص منك. لا ما بينفع، انت المره دي جايبها لنا وهي بتمسح، مش هين عليك مره يالا تجيبها لنا وهي بتمسح، يعني منك لله. انت ما تعرفش انا بتابع فيديوهاتكم قد ايه والله العظيم. وايه يعني شايله الفيشه؟ حطها انت بقى، ولو ما فيش كهرباء اتصرف انت بقى، حطها في طيبه قلبك بقى، ما انت راجل لا مؤاخذه. ندى نورتيني، ايه رايك بقى في التاتو؟ احلى تاتو عملته تجيب اي وضع ممكن رقم واحد. لا ما انت مش هتحسي يا ندى باي حاجه، انت باين عليك الخبره. الاستاذ اللي كاتب لي على الخاص وبيقول لي يا خالتي ام امل، ايه اكتر حاجه بتسعدك في حياتي؟ هي دي بلع حنجره جوزها ولا بلع جوزها نفسه ولا مش عارف؟ الاستاذه اللي بعت لي في ايه؟ اكيد ابو لهب. لا طبعا مش ابو لهب. ابو لهب مين يا ولا؟ ابو لهب مين يا ولا اللي بيسعد؟ ما اكتر حاجه تسعدني لما الاقي صينيه كده مليانه لحمه او بطه محمره او حله محشي، هو دي سر السعاده. ابو لهب والله بلع الجوز، يعني تلاقيه شوته على الفحم. اللي بعد يا نهار ابيض. طب اخواتي الفيديو كده خلص، لايك وشير واستنوني في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان نوصل ل 10,000 متابع في اقرب وقت. الفيديو ده بقى لو وصل 1000 لايك هنزل لكم فيديو تاني بكره وبس. سلام. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out.